سلام، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم العجينه المورقه ولا بات بغيزي، ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. نروحوا مقادير العجينه المورقه اللي هما 500 غرام فرينه، عندنا ملعقه كبيره تاع خل، عندنا مغرف صغيره ملح ومغرف صغيره سكر، عندنا نص كاس زيت وكاس ماء. هنا الماء يكون عادي، ماشي بارد وماشي سخون، نورمال. هنا نديرو الفرينة، نزيدو عليها الملح والسكر، ونزيدو عليها مغرف تاع الخل، ونزيدو عليها الزيت، ونطمو العجين تاعنا بالكاس تاع الماء. هنا كاس تاع الماء عطيتكم مقدار نيشان، ما يجيكم كاس سواسوة، ما تزيدو ما تنقصو، باسكو هنا العجينه المورقه تاعنا تجينا شويه حكمه روحها باش كي نديرولها الزبده تتورق. ودوك تشوفوا معايا الطريقه. هنا نطموها مليح، نعجنوها نورمال. هاهو دالي مقدار كاس تاع الماء نيشان. وهنا العجينة بعد ما طميناها نخلوها تريح مدة 15 دقيقة. نديروها في كيس بلاستيكي. هنا بعد ما ريحت العجينة تاعنا، باش تسهلكم الفتح، هنا نحلوها على شكل مستطيل، ونرقوها بيان سور، ما تخشنوهاش بزاف. دوك تشوفوا الطريقة تاع التوريق. هنايا الدهان نسيت باش نقولكم في الاول، هنايا عندي 250 غرام زبده سبيسيال توريق. هنا القابسه هذه فيها 500، غادي نستعملوا النص تاعها. دوك تشوفوا الطريقه تاعي كيف قسمتها، باسكو نقسمها على زوج باش ندي 250، ونعاود هذيك 250 تاني نعاود نقسمها على زوج، تولي عندي 125. هايا دوك تشوفوا الطريقه تاعي. نديرو هنا في الوسط، في الميليو، نديرو نرابو فيها الزبده. هذه العجينه كي نقولوا ما فيها لا تطوي لا تعاودي لا والو، عندك تطوي خطره ما تعاوديش. هادو الناس اللي ما تنجح لهمش العجينه المورقه، دونك سهلتها لهم. كاين عجينه مورقه اللي نطووها ونعاودو. هنايا تاني شوفوا كيف درت، تطويها وتحليها بالحلال وتعاودي تزيدي فوقها الزبده. كاين بزاف من الناس يعجزوا لاباط فيتي من فيها بزاف مراحل، تحليها وديرها في فريجيدار، تعاودي تحليها وديريها في فريجيدار. هذه اسهل طريقه، جو بونس كو ما كاش اسهل طريقه كيما هذه. انا تاني نعاودو نحلوها، نعاودو نقلبوها لجهتنا العجينه، كيما راها نقعدو نحلوها طول، غير طول، ما نعاودو لا نعرضوها لا والو، كيما كنت تشوفوا فيا راني ندير. واستعملوا الفرافارين باش لاباط تاعكم تمشي لكم، سينو ما تمشيش مع اللوك تاع الزبده وكل شيء، دي فوا يلصقوا. نستوها مليح باش تخرج لكم مستويه كما كنت تشوفوا معايا. هنايا استعرضتها غير شويه، وهنا نبداو نطويو كيما راكم تشوفوا فيا. كل نحسبوا الاولى خمسة صباعتين، ايوا نقعد غير نلوين. دوك تشوفوا هنا معايا كيفاه خرج، كي نقطعها تشوفوا كيفاه تورقت. هنا نروحوا لاباط بريزي هذه عندنا 500 غرام فرينه، عندنا هنا لي زيبيس، الملح، الكركم، الزعتره، عندنا حبه بيض و100 غرام حليب بارد. شوفوا معايا، شوفوا في الكاس شحال لي ميزور تاع الحليب. وعندنا 250 غرام زبده بارده. وهنا الحليب ما يكونش بارد بزاف، تخلوه على برا واستعملوه.
هنا نبسو الفرينة والزبدة، نبسوهم مليح كشغل حتى تولي يتجانسوا بيان، كشغل الفرينة والزبدة يكونوا كيف كيف. دوك تشوفوا معايا كيفاه نبسستها انايا، باسكو تجيك شغل مرملة باش تجيكم العجينة ناجحة. دوك تشوفوا معايا الطريقة، واللي عندها البيترا تستعمل البيترا. هاي هنا بعد ما بسستها شوفوا كيف ولات، تشوفوا معايا ولات قاع لاكولة تاعها وحدة، ما تبانش الفرينة هنايا بيضة ولا جات لاكولة وحدة. هنا نخلط حبة تاع البيض و100 غرام حليب، نديرو حبة بيض في الكاس اللي ما عندهمش الميزان، ونزيدو عليها ما تبقى حليب حتى نوصلو هذوك لي طخي وين يحبسوا. هنايا تجيكم لي ميزور تاع الحليب يجيكم سوا سوا، طملكم كاع العجينة تاعكم. وهنا اللي ما جاتهاش ما طمتلهاش تزيد قطرات من الماء بارد، ما كان حتى اشكال، باسكو كل واحد ونوعية تاع الفرينة اللي عنده. وهنايا لاباط تاعنا نديروها في فريجيدير لمدة 15 دقيقة، وإلا كان الحال بارد نخلوها على برا، لازم ترتاح. نديروها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح. هنا مانيش نعجن فيها، راني غير نطم فيها باسكو ما لازمش نعجن. لو كانت نعجن تجي من بعد كي نقولوا حنا تتكسل. هنا نخلوها تريح 15 دقيقة. هنا شوفوا لاباط فويتي تاعي قسمتها لكم كيف جات، راهي تبان مورقة. هنا نحلو العجينة تاعنا. هنا رايحة ندير لكم لي كورني، ندير لكم لي مونشون، وخطرة الجاية ان شاء الله ندير لكم لي فولوفون. تنجمو ديرو بيها كوكا لي سوفلي، مازال وصفات وحدخرين ان شاء الله نديرهم لكم بلا بات فويتي. هنا العجينة تاعنا حلوها رقيقة شوية باش لي كورني تاعكم ما يجوش بزاف منفخين، باسكو نعرفو العجينة مورقة تنفخ. دونك نرقوها باش ما تجيناش هذيك باش ما يجوش كبار بزاف. دونك تشوفوا معايا باغي نديرلكم لي كورني لي مونشون. هنا نقسموهم على شكل دي ريبون، نديروهم على شكل ريبون. وتنجمو ديروهم في الكونجيلاتور، تخدموهم طيبوهم ونديروهم في الكونجيلاتور. وكي نبغوا نستعملوهم في رمضان نجبدوهم كي نقولوا عشية، ونعمروهم نعاودو غير نحموهم في الكوشة يولو نورمال كيما كان كيما تقولي هذا وين طيبتيهم. انا كيما كنت تشوفوا معايا راني دورت على الكورني. نعاود ندير واحدة اخرى معاكم باش تشوفوا. وما لازمش تزيروا على العجينة، سينو كي تزيروا كي يطيبوا يتقطعوا. هنا نكمل العجينة تاعنا ونوريكم تاني طريقة صنع لي مونشون، تاني ساهلين ما يدوش بزاف وقت. وهنا كمية تخرج لكم ما شاء الله. هنا غير نص، شوفوا شحال خرجت لي، غير نص العجين. هنا لي مونشون تاعنا نطوهم على لي سيكا، هنا نخلو غير شويه منو من باسكو نعرفو العجينه المورقه تاعنا تتنفخ. دونك لو كان نديروها على الحاشيه تاعنا تاع المول رايحه تغلق لنا المول ما نقدروش نحوهم. هيا هنا بعد ما كملنا لي كورني نكملو هاد لي مونشون.
وتاني ما تزيروش على العجينه. كنت تشوفوا معايا كيف راني راخفه يدي، باسكو لو كان تزيروا كيطيبوا يتقطعوا. وهنا نلصقوهم بالبيض نورمال. هنا ندهنوهم بحبه بيض نورمال، ندهنوهم نديرلهم جنجلان ولا ديرولهم سانوج، كل واحد واش يحب. انا نبغي الجلجلان درتهم بالجلجلان. وهنا لي كورني تاعنا ما لازمش كي نقولوا حنايا طيبوهم هما راقدين، لازم كيما راكم تشوفوا فيه، لازم لي مول تاعنا يكونوا واقفين، باسكو كاين لي مول اللي يكونوا معوجين من التحت، وكاين لي مول اللي يكونوا كيما هاك مسقمين. هنا نطيبوهم على اعلى درجه في الكوشه. كي نشوفوهم بداو يتنفخوا نقصوا الكوشه تاعنا شويه. هنا نروحوا لاباط بويزي تاعنا، نديرو بها لي طارتوليت، نديرو لي باكيت، نديرو دي ميني طارتوليت تاع لاموس. هاذيك لاباط تاعنا كيما راهي بردت، الا لقيتوها بردت مليح حموها بين يديكم. انا راح ندير لكم لي باكيت. تقدروا ديروا لي مول، اي مول يكون عندكم، ماشي مشروط غير لي باكيت، ولا انا هادو اللي كانوا عندي متوفرين. وهنايا نعطيكم السر تاعهم باش العجينه تاعنا كي نديروها في الكوشه ما تطيحش. هذه بزاف ناس تصرى لهم. اليوم ان شاء الله نوريكم باش تفادوا ان شاء الله هذا الخطأ. هنا العجينه تاعنا نرقوها مليح، باسكو نعرفوا العجينه شويه كي تبدا طيب شويه تنفخ. شوفوا كيف راني مرقتها. نعاود نديرلكم هنا ميني طارت هادو تاني تقدروا تعمروهم بلاموس. هنايا درت لي طارتولات. هنا لازم نتقبوهم مليح بالفرشيطه، مام الجوانب تاعها ما نسوهمش سينو تنفخ شويه. وهنا طريقه الطهي تاعهم 180 درجه، شعله من الفوق ومن التحت، وكل واحد والكوشه تاعو. دونك الا كانت تشعل غير من التحت شعليهم من التحت، كي تشوفي الجوانب تاعهم بداو يحمروا شويه شعلي لهم من الفوق. وهنايا ما تحمريهمش ماذا بيك، باسكو ديري حسابك راح تعاودي تعمريهم في رمضان، تعاودي ترديهم في الكوشه يطيبوا ابلون. هنا السر باش ما يحبطولكش نديروهم 15 دقيقه في الكونجيلاتور، من بعد نجبدوهم من الكونجيلاتور للكوشه ديريكت. هذا هو السر تاعهم باش ما يطيحوش. هنايا كيما شفتوا معايا طابت لي كورني تاعي لي مونشون راهم طايبين الله الله. هنا نحو لي مونشون تاعنا، الا كانوا لاصقين غير يسعفوهم، كاين اللي يلصقوا كاين اللي لا. هنا غير يسعفوهم يتنحاو نورمال. شوفوا الطياب تاعهم طابو هايلين. دوك تاني نحي لي كورني تشوفوا معايا. انا بالعاني خليتكم تشوفوا. هنا لي كورني، هنا لي كورني شويه يلصقوا لكم بصح سيو نحوهم باش ما يتكسروش. هنا طايبين الله الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي اليوم واستفدتوا من بزاف حاجات. دوك تشوفوهم هنا معايا في الطبق التقديم، ودسوهم في الكونجيلاتور نورمال في باطه تكون مغلوقه مليح. هاوليك لي طارتوليت. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. الى الملتقى ان شاء الله يا رب.